السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا حبيت ان ناخذ هاي الحاله. هني السرعه لعبت دور كبير، والهدوء احمد، يعني شوف حتى في اللحظه اللي صار فيها تداخل كان هادي مش مرتبكه، والانهاء يعني بطريقه قويه جدا بالنسبه للاعب. اللاعب هذا احمد اللي فرض نفسه على وليد الركراكي في خلال الفتره الماضيه، انه ما يكون في المنتخب الان يتواجد هو مع العلم افضل لاعب في المباراه. قليل من المنتخب المغربي ما كان يختارون لاعب من الدوريات الخليجيه. على فكره هو استبعده وهو ماخذ الدوري وكاس السوبر مع ريبروف، تتذكر؟ جابه في معسكر وبعدين استبعده، فظل في عمليه الدخول والخروج من المعسكر. لكن هذه المره بصراحه فرض نفسه، يحسب له هذا الاصرار على، وهو لاعب شاب يعني ما زال امام المشوار طويل جدا. نتمنى له التوفيق خلال الفتره القادمه. راح يغيب اتوقع عن مباراه الشارجه في الدوري. وشوف الخريطه الحراريه في كل مكان تبين لك انه هو في كل مكان، يدافع، يهاجم، يدخل في العمق، يصنع، يسجل، خصوصا بعد ما سحب جوسنا ووداه مره ثانيه مهاجم وهمي بعد ما كان في جهه الشمال. الشوط الثاني سحب جوسنا احمد وخلاه يلعب مهاجم وهمي، علشان كذي قدر انه يسجل كذلك هدفين. يستحق سفيان، تمنياتنا لهم ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الماضيه.